السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله حبيت نعطيكم إحدى العادات المعروفة هنا في ولاية ميلا، اللي هي التسقية. واش معناتها؟ أنه المرأة لما تجيب بيبي جديد في العائلة، أفراد العائلة ولا عائلات اللي تابع العائلة هذيك يديو لها التسقية هذه، اللي هي هذه هي. هما بكري كانوا يذبحوا لها نورمال، كان مثلا كي تزيد المرأة يذبحوا لها مثلا خروف، يديو معاها كيما العشاء كومبلي، البصل، علاش يسقي كيما دركا داين اللفتو والزروديه والكورجات، القرنون، السلاطه، الطوماطيش، هذا الحمص مرنخ، تليتلي، ولا يحبوا يديو الروز كيما حنا داين تليتلي وداين رشته، داين الزبده، طماطم. نورمالمون الطماطم تاع البيض حنا ما نستعملوهاش. هاي الكورجات ثاني منا، الحشيش، وداين معها زوج دجاجات. هو كل واحد وقادر وما قدر. هذه العاده حنا عندنا يسميوها تسقيه. وكاين اللي يدير معاها مثلا طمينه، يدير معاها كانش حلوه هكذا، مثلا كانش كاطو ولا. حنا هذه التسقيه ماشي تاع الطفل الاول، شغل كما نقولوا حنا عندها ديجا، عندها من قبل ديجا عندها اولاد. وهذه الانسانه هذه ولا هذه النفسه هذه اللي زيدت، جابت زوج توام، زوج بنيتات. ربي يعيشها منها ان شاء الله، ادعيو لها ربي يصلح لها فيهم ان شاء الله، وربي ان شاء الله يتربوا في عزهم ان شاء الله. هذه هي. انا حبيت نعطيكم نشارككم برك العادات والتقاليد تاع ولايه ميلا في هذه المناسبات. ان شاء الله تكون، ما على باليش انا اسكن كل الجزائر راهي تديرها ولا والله ما على بالي. المهم هذه هي كما قلت لكم. كاين كما هنا داو لها النعناع، حشيش مقطفه، القزبر، الكرافس، هذيك المعدنوس والكرافس، طماطم، قلت البصل، على تسقي، اللي هي اللفت والزروديه والكورجات. هاي اللي كاين هنايا، الكورجات، القرنون، الدجاج، زوج دجاجات. قلت هذا نعاود هادو التليتلي، رشته، الزبده، طماطم تاع الباطا. حنا الطماطم تاع الباطا اصلا ما نستعملوش، يباه ما نديوش، لي زيبيس والطمينه. المهم انا هذا حبيت نشارككم اليوم معنا، ان شاء الله تستفيدوا منها وان شاء الله. واي اي ولايه يديروها يكتبوا لي اسم الولايه تاعهم اللي يديروا هذه العاده. وبارك الله فيكم. ما تنساوناش دائما بالدعم، جيم، بارطاج وسبسكرايب. بسلامه.